تواجد في مواجهة الشحانية الذي قدم موسما استثنائيا نجح من خلاله أن ينهي الموسم الماضي. بكل تأكيد ضربة البداية غاية في الأهمية بالنسبة لكلا الفريقين، الفوز والثلاث النقاط في المباراة الأولى. في ضربة لأدحيل تنفذ لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع، بتعود مرة أخرى كرة في الجهة اليسرى لأدحيل، مرور وتقدم، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. كان واضح أمامنا طبعا الحسن كروما السيراليوني والذي يعتبر واحد من أبرز وأهم الأوراق. كرة في الجهة اليمين، 10 دقائق على بداية شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، في بداية لقاء أدحيل والشحانية كرة عند عادل بلبينة، يرسل كرة عرضية خطيرة جدا، الكرة ما زالت لكن الكرة تبعد. وقبل ذلك على ما يبدو الراية والتسلل كانت موجودة، الراية والتسلل كانت موجودة من خلال اللقطة الأخيرة. هذه طبعا الكرة العرضية أيضا كريستوف بياتيك مهاجم البولندي اللي طبعا كبير وواضح بالنسبة لأدحيل مع 12 دقيقة التي مرت. وهذه كرة وتسديدة قوية لكن حارس المرمى ينجح في بعدها. التسديدة لفان بيك، كرة تنقل للأمام أقصى الجهة اليمين، محاولة للمرور وللتقدم وللتوغل وفرصة الهدف الأول. الله، الشحانية يبدأ البداية المنتظرة ويتذكر بأنه كان سابعا في الموسم الماضي، والهدف يبدو واضحا، هو تكرار الانتصار على أدحيل من جديد في هذا الموسم. إميرسفورت المهاجم الهولندي يسجل أول أهداف الشحانية في الموسم الجديد بعد خطأ من إبراهيم بامبا. شوف المرور وشوف الكرة اللي تتهيأ بهذه الطريقة. لا أعذار توجد لبيليفان إميرسفورت من أن يضع فريقه في المقدمة 1-0 للشحانية الذي يجد الطريق أمامه مفتوحا من أجل أن يسجل الهدف الأول، وبالتالي 1-0 للشحانية عن طريق بيليفان. الكرة في الجهة اليمين تعود مرة أخرى وسط الملعب، كرة للأمام. هل يملك أدحيل خيارات العودة سريعا للقاء؟ بكل تأكيد يملك ذلك، بكل تأكيد يملك خيارات العودة للقاء، يملك خيارات تعديل النتيجة في هذا اللقاء مع دودة. كرة تعود من جديد مرة أخرى في وسط ملعب المباراة. إبراهيم بامبا نقلة للأمام، خطأ يحتسب على عادل بلبينة، يجب عليه أن يكون أكثر يعني حذرا بحكم طبعا أن عنده بطاقة صفراء عادل بلبينة اللاعب الجزائري الواضح أمامنا، وبالتالي يجب عليه أن يكون يعني حريص في تدخلاته وحريص في الاحتكاكات في الدقائق القادمة مع اللاعبين. محمد الشمري يتحدث الآن، ينذر اللاعب الجزائري إمداد شفهي ويذكره خذوها جميلة. بسام، كرة في وسط ملعب المباراة لأدحيل، تغيير اتجاه اللعب عادل بلبينة، تمريرة ومحاولة الآن لصالح أدحيل، نقلة للأمام، ما زالت محاولة مستمرة للطوفان الذي يبحث عن العودة سريعا. هذه المباراة يبحث عن كرة 1-1، عن كرة التعادل. كرة ما زالت لكن تبعد من محمد بدر سيار، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تمس. سيلو 30 دقيقة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم أينما تواجدتم، مرت على بداية مقابل لا شيء للشحانية حتى الآن. خطأ ينفذ لأدحيل بالراس، والكرة التي تأتي من خلالها العودة السريعة في الوقت الذي كنت أتحدث فيه
عن قدرة غدا الطوفان على أن يعود سريعا. إبراهيم بامبا أنصفته الكرة لأنه هو من أخطأ في الغدا الطوفان سريعا. إبراهيم بامبا هو من تابع هذه الكرة. شوف الكرة اللي تغيت وشوف المتابعة بالراس من جانب كريستوف بياتيك. إبراهيم بامبا كان قد تمركز في المكان المناسب ونجح في أن يعيد الحيل للقاء لتصبح النتيجة 1-1. التصدي وردة الفعل من الشاب الذي يعني ما كانت 10/10، وبالتالي إبراهيم بامبا ينجح في أن يسجل هدف العودة، هدف تعديل النتيجة لتصبح التسلل. الهدف يلغى بداعي التسلل. إبراهيم بامبا كان متسللا وبالتالي تبقى النتيجة 1-0 للشحنية. تبقى النتيجة 1-0 للشحنية. هذه هي الإعادة. نيلسون نقلة طويلة لكن الكرة تبعد، عادت لهمام الأمين. همام بمشي كرة، الله على هذه اللقطة وعلى هذه الفرصة. ضاعت يا عادل بلبينة، ضاعت يا عادل بلبينة. انفراد مباشر امام المرمى لكنه لم يجيد التعامل معها وبالتالي ضاعت فرصة ادراك هدف التعادل والعودة لهذا اللقاء لتستمر مشاهدينا الكرام النتيجة بتقدم الشحنية 1-0. على التنفيذ بنجامين بوريغو يرسل كرة عالية بالراس، الله! القائد بوفيف يعيد الطوفان سريعا تقريبا في أول لمسة. إنها ثقة بالماضي، فهو يعرف كريم بوفيف جيدا إن لم تكن بالقدم فهي بالراس يا كريم، بالراس يا كريم. شوف بنجامين بوريغو وضعها على راسه مباشرة، وضعها على راس بوفيف الذي لا يمكن له أن يضيع كرة في هذا المكان وبهذه السهولة في ظل تغطية لم تكن على الإطلاق موفقة من جانب خط دفاع الشحنية. ها هو غير الصورة وطبعا أمام يعني وضعية أفضل. هذه كرة وتسديدة قوية لكن الكرة أبعدت. عادت من جديد مرة أخرى. الآن إيميلسفورد تجارب في هولندا ربما لم تكن مع الأندية الثقيلة هناك في كرة القدم الهولندية على غرار أجاكس أمستردام، وبالتالي ركنية للشحنية الذي بدأ أن يكون الأخطر. لكن المرتدة الآن، المرتدة لصالح الحيل.